هو ليه الجهاز بيسخن؟ وهل السخونية دي معناها ان الجهاز فيه مشكلة؟ واستنى، لان السبب الحقيقي ممكن يكون ابسط من اللي انت متخيله بكتير. اي كمبيوتر بيولد حرارة اثناء التشغيل، وده طبيعي جدا. كل ما تشغل برامج تقيلة زي المونتاج والالعاب والتصميم وال3D والذكاء الاصطناعي، كارت الشاشة والبروسيسور بيستهلكوا طاقة اكبر وبالتالي بيطلعوا حرارة اعلى. لكن الحرارة لو زادت عن الطبيعي هيكون السبب واحد من دول: تراكم الاتربة على المراوح او المشتت، معجون الحراري قديم او ناشف، تهوية ضعيفة داخل الكيسة، مراوح مش شغالة بكفاءة، او ان الجهاز موجود في مكان حرارته عالية او التهوية ضعيفة. ولما الحرارة توصل لمستوى عالي الجهاز بيقلل سرعته تلقائيا عشان يحمي نفسه، ده اسمه ثيرمال ثروتلينج. ويا رب اكون قلتها صح. وساعتها هتلاحظ ان الاداء بقى ابطأ. الخلاصة: السخونية الطبيعية مش عطل، لكن الحرارة لو بقت عالية باستمرار او الاداء بقى يقل، ويبقى لازم تعرف السبب وتعالجه قبل ما يأثر على عمر الجهاز او ادائه. اكتب مواصفات جهازك وانا هقولك هل حرارته طبيعية ولا لا. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك وفولو. ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسلة معلومة في دقيقة.